اهلا وسهلا الخوت. جبت لكم واحد فيديو اللي ضروري خصكم تشوفوه، اللي كيتكلم على واحد الضجه اللي نايضه في مواقع التواصل الاجتماعي. بزاف ديال الناس ناضوا كيهضروا عليها، وجبت لكم واحد الكلام اللي الصراحه عجبني وبغيت نبارطاجيه معكم. وهذا الموضوع اللي عامل ضجه، اللي حاليا معروف على السيارات ديال نقل الاموات، والشعار اللي باغيين يزولوه صراحه ماشي شعار عادي، لان هذاك هو ديننا الاسلامي الاخوان. المهم تفرجوا في الفيديو وغتفهموا كل شيء، ما تضيعوا ولو ثانيه من الفيديو. تفرجوا حتى لاخر الفيديو وخلوا لي الاراء ديالكم. بزاف منا ما فهموش هذا القرار الجديد ديال وزاره الداخليه ووزاره الصحه اللي كيقول باللي خاص جميع السيارات ديال نقل الاموات يحدوا داكشي اللي سموه هما في ديك البلاغ شعارات دينيه. هاد الشعارات الدينيه اللي كيهضروا عليها هي كلمه توحيد اللي كتكون مكتوبه في جنب ديال السياره: لا اله الا الله محمد رسول الله. وفي الحقيقه بالنسبه لهم هاد الكلمات ولات غير شعار بحال الرموز ديال اليهوديه او المسيحيه او البوذيه، ولكن راه خاص يعرفوا باللي لا اله الا الله محمد رسول الله ماشي غير شعار عابر، هذه المفتاح ديال الاسلام بالنسبه لنا حنا كمسلمين، وهي كلمه توحيد اللي عليها كنعيشوا واللي عليها كنموتوا وبها غنلقاو الله سبحانه وتعالى. وكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله هي عقيده في القلب ديال كل مؤمن، ماشي مجرد كتابه في السياره. حنا هذه الكلمه كنامنوا بها ومحفوره في الدين ديالنا وفي القيم ديالنا كمغاربه كمسلمين. القضيه الثانيه هي انهم كيتعاملوا مع المجتمع بحال الا حنا مجتمع مخلط، يعني في واحد النسبه ديال اليهود، واحد النسبه ديال المسيحيه، واحد النسبه ديال المغاربه، او حنا مغاربه في مجتمع بحالنا بحال الميريكان فيها البوذيين الملحدين والمسيحيين بنسبه طالعه. ولكن في الواقع المغرب ماشي هكاك، المغرب بلد مسلم والاغلبيه الساحقه ديالو مسلمين، وكاينه واحد الاقليه قليله بزاف. اذا الاصل هو ان البلاد خصها تمشي على اساس الاسلام، حتى ديال الهويه ديال المغاربه كاملين اغلبيه يعني. وحتى الا كانوا شي ناس كيحتاجوا هاد السيارات ديال الجماعه ولا البلديه باش ينقلوا الاموال ديالهم، راه ماشي حل اننا نحيدوا كلمه التوحيد اللي هي اساس ديال الدين ديالنا. ومساله اخرى، هذوك الشعارات اللي كتكون مكتوبه في السيارات ديال نقل الاموات راه كتدل على ان هذيك السياره نقل الاموات ديال المسلمين اللي هما عموم الشعب المغربي، وماشي كيف ما كيتصور مول البلاغ ولا اللي كتب هذه الفتوى اللي بغى يحيد هذه الرموز ويعطينا واحد التصور باللي حنا مجتمع علماني قايم على اللادينيه، او ان الدين راه مجرد اختيار شخصي وصافي. دابا هما غاديين في هذا الاطار ديال العلمانيه، يعني عزل الدين عن الدوله، ويعزلوا هذا الدين اللي هو الاسلام على جميع مجالات الحياه، ولي الدين غير شي حاجه خصوصيه وصافي. يعني بغاو يحيدوه من جميع انماط العيش ديالنا. هادشي اللي كيحاولوا يطبقوا دابا، وصراحه نقولوا اللهم انه لمنكر. فكل نهار كنسمعوا بخطوه جديده، وهذه شي ايام تصدمنا في ديك القضيه ديال فاس، قال لك غيبداو يبيعوا الشراب